لو فكرتي يوم ازاي تعملي وصفة السبانخ بطريقة جميلة وتطلع معاكي لذيذة ومغذية ليكي ولحبايبك، تعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة مكوناتنا ايه وبسيطة ازاي. هتجيبي معايا نص ربطة من الكزبرة الخضراء وربطة من السبانخ، وهننقعهم في مية عشان يطلع كل التراب اللي فيه، وبعد كده هصفيه كويس واغسله واشطفه كويس جدا، وبعد كده هبتدي ان انا افرمها واقطعها كويس قوي. بس وانت بتقطعيهم لو حسيتي بعد ما قطعتي السبانخ والخضرة انها قطع كبيرة، هتجيبي الكبة وتحطي فيها كبشة من الصلصة وربع كوباية من المية، وتحطي فيها جزء من السبانخ مع الكزبرة، وهتضربيهم ضربة واحدة بس. بعد ما تضربيهم هتلاقي الشكل زي ما انتوا شايفين كده، يعتبر انها ما اتطحنتش قوي بالكبه، لا احنا يا دوبك كانك قطعتيها قطع صغيره جدا بالسكينه. بعد كده هتجيبي حله وتحطي فيها وترشيها زيت، او تحطي فيها معلقه من الزيت، وتحطي فيها معلقه من الثوم المفروم، وتحطي عليها بصلايه مفرومه متوسطه، وتفضلي تقلبي فيها لحد ما لون البصل اللي موجود عندك يبدأ يدبل. وهتحطي طبعا معاه بعد كده التوابل اللي احنا هنقول عليها، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وهنحط عليها ونص معلقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وتقلبيهم كويس. بعد كده هتنزلي بصلصة الطماطم، وبعد كده هتنزلي على صلصة الطماطم بعد ما تاخد اول غلوة هتنزلي عليها بكوباية من الشوربة تغلي شوية، وهننزل عليها بالسبانخ اللي احنا ضربناها في الكبة كلها، وتاخد غلوة لحد بقى وقت السوا ما تستوي معانا براحتها. تمام، شايفين شكلها ما شاء الله جميل، طعمها كمان كان جميل قوي، يا ريت تجربوا. في الخطوه دي تقدري تضيفي اللحمه او تقدري تضيفي الفراخ او تقدري ما تضيفيش خالص زي ما انا عملت كده بالظبط. وبس كده، دي كانت طريقه السبانخ بتاعتنا، طريقه سهله وجميله، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وتدوسوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم